الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بالإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه. عباد الله، لقد قضى الله تعالى بحكمته أن جعل الناس فريقين مؤمنين وكفارا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن حكمته ورحمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويميز الكافرين من المؤمنين، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقد فصل الله تعالى بين الفريقين في الموالاة، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكافرين بعضهم أولياء بعض. قال تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفرض الله سبحانه على المؤمنين البراءة من الكافرين ومن دينهم ومما يعبدون، كما قال تعالى في سورة الامتحان: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. عباد الله، ألا وإن من الشعائر الدينية الأعياد، فللمسلمين ما شرع لهم من عيدي الفطر والأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة، فأغناهم الله بذلك عن أعياد أهل الجاهلية وميزهم بها عنهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بالإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أعيادهم الخاصة بهم، فأعياد النصارى كثيرة جدا، ومنها عيد الميلاد وهو المعروف بالكريسماس. وقد نهانا الإسلام عن التشبه بالكفار،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الشيخان. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وكان يوم فطر أو أضحى. قال الذهبي رحمه الله: يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بذلك فلا يشاركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. رواه البخاري في التاريخ الكبير. وقال أيضا رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن سخطة تنزل عليهم. إخوة الإسلام، تشبه المسلمين بالكفار هبوط وسفول، لأن المسلم أعلى من الكافر، فإذا خلده هبط من عليائه ومنزلته واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا كفران للنعمة وإهانة للإسلام. والإسلام يعلو ولا يغلى عليه، وشريعتنا تقيم لنا هديا مخالفا للكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فشريعتنا ناسخة لا منسوخة، وأمتنا متبوعة لا تابعة. إخوة الإسلام، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقيم احتفالات لأحياد لا أصل لها في دين الإسلام، ومنها الاحتفال برأس السنة الميلادية، ولا يجوز أيضا حضورها ولا المشاركة فيها ولا الإعانة عليها بأي شيء كان، لأنها إثم ومجاوزة لحدود الله. والله تعالى يقول في سورة المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجود التعاون في أعيادهم، ومن ذلك إشعار أعيادهم وإعلانها ولا الدعوة إليها بأي وسيلة كانت. أيها المسلمون، إن تهنئة الكفار بأعيادهم حرام، كما أفتى بذلك العلماء قديما وحديثا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. فمن هنى عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.